لأول مرة في تاريخ المنطقة كنحتفلوا كساكنة إقليم تيزنيت ومعنا كل الأمازيغيين هذه الليلة 29/62/1962. بطبيعة الحال تضافرت جميع الجهود ديال كل المكونات الأمازيغية، سياسيين، منتخبين، ناخبين، أساتذة جامعيين، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كل الشركاء من أجل إنجاح هذه الليلة. وبطبيعة الحال فهي ناجحة بكل المقاييس. أولا تنوصل فيها رسائل واضحة على أساس أنه لا مجال لأن نتأخر في أجراءات القانون التنظيمي للغة الأمازيغية. لأول مرة تنسمعوا أنه تتقرأ برقية ولا وإخلاص باللغة الأمازيغية ومكتوبة بحروف تيفينا، وبالتالي دخلت التاريخ. لأول مرة طرح سؤال في مجلس النواب باللغة الأمازيغية. تلتمسوا وتنطلبوا أنه يتفعل مقتضيات الدستور بتنزيل القانون التنظيمي باللغة الأمازيغية. يوم الخميس المقبل عندنا كاين اجتماع ديال لجنة التعليم والثقافة والتربية والتعليم العالي والاتصال باش نوضعوا الخطوط أو المراحل الأولى باش ننزلوا هذا القانون التنظيمي. كذلك من هذا المنبر تندعو باش يكون هذا اليوم يوم عيد وطني. نتمنى أنه غسة يقاوس القرن حنا المغرب كله وحتى شمال افريقيا، على اساس انه تحتفل الساكنه تزنيت ما يمقرن ما يمزين مثقفين، سياسيين، طلبه جامعيين، طلبه ديال الثانويه، المجتمع المدني كله، يعني إيكا أفوس حفوس أنحيوا الليلة الأمازيغية في مدينة تيزنيت سطوقوسنس اللي كله سني مازيغي. وبالتالي باش الطيفية المكانة غلاد يفاس الدستور، قوة الدستور، اعترف الدستور على انها تقال لغة رسمية تمازيغ مع اللغة العربية، وبالتالي يتصغى ديال العيد الوطني. انا بلاش تبقى نتمنى ان شاء الله عيد وطني لانه تلقى الثقافة لجميع المغاربة.